السلام عليكم. اليوم غادي نغوصوا في واحد الموضوع دار ضجة كبيرة مؤخرا. اللقاء ديال عالم الآثار المصري المعروف زاهي حواس في البودكاست ديال جو روغان. هذاك اللقاء تبعته وشفت التحليلات عليه. برنامج روغن يعني منصة ضخمة بزاف. بالضبط، كيستضيف شخصيات عالمية، ترامب، ماسك، والملايين كيسمعوا ليه. إذا فرصة كبيرة كانت هذه. المصدر اللي عندنا اليوم هو تحليل في واحد الفيديو على يوتيوب كيعلق على هذا اللقاء. الهدف ديالنا ماشي غير نعاودوا شنو وقع. لا، الهدف هو نفهمه علاش هذا اللقاء اللي كان ممكن يكون فرصة ذهبية نهضروا فيها على أسرار الأهرامات وتوصيفه بأنه يعني فرصة ضايعة. أو حتى كارثة كما قال المصدر. تماما. فبلصت ما يتركز الحديث على القيمة العلمية، الأنظار كلها توجهات حسب المصدر دائما للأداء ديال الدكتور حواس نفسه. طريقة التواصل ديالو يعني. بالضبط. كيفاش تواصل أو بالأحرى كيفاش فشل في التواصل في هذه المنصة المفتوحة؟ طيب فين كانت أكبر نقطة ديال الجدل؟ المصدر كيشير لشي حاجة محددة؟ على شنو كيدعم الهضرة ديال حواس على بناء الأهرامات؟ الجواب اللي كان كيتكرر حسب المصدر هو إحالة بسيطة للكتاب ديالو. كل شي في كتابي، قرأ الكتاب. هكا تماما. هذه هي العبارات اللي تنقلات. والمثير كتر هو الرفض ديالو، يعني حتى مجرد ذكر مصادر أخرى يقدر الواحد يقلب عليها أونلاين. كيفاش؟ رفض الأونلاين. إيه، المصدر كيقول أنه قالها صراحة للروغن: أنا ماليش دعوة بالأونلاين، شد في الكتاب المطبوع ديالو وصافي. هذه شوية غريبة. يعني كيفاش المصدر فسر هالتصرف؟ تهرب؟ المصدر طرح هذا الاحتمال، إما تهرب أو يمكن عدم استعداد كافي لذيك النوعية من الحوار. بودكاست روغن معروف بالنقاش الطويل والمفتوح. ماشي بحال محاضرة أكاديمية موجدة من قبل. بالضبط. المصدر زاد ذكر تفاصيل أخرى دعمت هذه الفكرة ديال أن الأسلوب ما كانش مناسب. بحالاش؟ مثلا الطريقة باش كان كيك في السيجار طول الحلقة. المصدر وصفها بأنها كانت مستفزة والدخان معمر الاستديو. هذه بحد ذاتها كتعطي انطباع. أكيد. وزيد عليها التركيز المفرط على الإنجازات الشخصية. أنا درت، أنا اكتشفت، كأنه هو الوحيد اللي عنده الحقيقة. والآراء الأخرى كلها غالطة. إيه، وصف الآخرين بالخطأ. المصدر استعمل تعبير قوية شوية لوصف هذا الشيء. قال كان فيه نوع من العجرفة والسلطوية. عقلية أنا اللي نفهم وانتوما ما تفهموش. بحال هكيك. لدرجة إن المعلق في المصدر قارن الأسلوب ديالو بالمرشدين السياحيين اللي كيكونوا عند الأهرامات. مش أسلوب عالم كيتواصل مع جمهور عالمي كبير ومثقف. للأسف هادشي اللي كيبين التحليل ديال المصدر. والنتيجة كما وصفها المصدر كانت قاسية، فضيحة عالمية أو كارثة لسمعة مصر في داك السياق. لدرجة أن كلب تصور فوق الهرم دار دعاية أحسن؟ إيه، المصدر ذكرتها ممكن بسخرية، ولكن بتبين حدة الانتقاد. وحتى ذاك الموقف اللي وقع مع روغان، فيش طلب منه يقدمه في أستن. وروغان رفض ببساطة، قال ما عندوش الوقت. موقف كان محرج شوية، وزاد أكد ديك الصورة اللي رسمها المصدر. إذن القضية هنا مش غير خلاف علمي حول الأهرامات. لا، تجاوزت داكشي. ولات قضية كيف خبير كبير بيتعامل مع الإعلام الجديد، مع منصة عالمية ما بيتحكمش فيها كما مولف في المؤتمرات أو الكتب دياله. وكيفش طريقة التواصل ممكن تبني أو تهدم الصورة ديال الشخص والرسالة اللي يبغى يوصل. فعلا، اللقاء تحول من فرصة للحديث عن التاريخ المصري العظيم لكيف قلتي دراسة حالة في التواصل أو سوء التواصل. النقاش ما بقاش على شوك نعرفه، ولكن على كيفش هذا المعرفة تقدم وتناقش. تماما. كيف تشاركات أو كيف في هذه الحالة بحال تخبت وراء جدار ديل قرأ الكتاب. وهذا الشيء بيخلينا نفكر في واحد السؤال مهم نختم بيه. من اللي خبير عنده معرفة عميقة كيلقى راسه في منصة مفتوحة عالمية بحال بودكاست طويل، شو هي المسؤولية دياله؟ سؤال وجيه. واش المسؤولية كتوقف عند دقة المعلومة فقط؟ ولا كتمتد حتى لطريقة العرض، للتفاعل، الاستعداد للنقاش المفتوح حتى لو كان يعني ماشي مريح ليه. وكيفاش هاد الوسائط الجديدة بحال بودكاست كتبدل أصلاً طبيعة الحوار مقارنة مع محاضرة معدة مسبقاً أو كتاب منشور
اللي هو تواصل في اتجاه واحد غالباً. نقطة مهمة للتفكير فيها. شكراً على هذه الغطسة العميقة. العفو، كان نقاش مهم بصراحة.